ليلة من الليالي المظلمة كان محمد راجع من شغله متأخر. شاب في منتصف العشرينات ماشي جنب مستشفى الكحلاني المهجورة اللي في أطراف القاهرة. المستشفى دي اتقفلت من 15 سنة بعد حادثة حريق غامضة راح ضحيتها ناس كتير. صحاب محمد كانوا دايما بيتعدوا لو راجل يدخل المستشفى نص ساعة بس، ومحمد قرر يثبت لهم انه شجاع. جاب كشاف وموبايله ودخل المستشفى الساعة 12 بالليل. المكان كان ساكت سكوت غريب، الهواء واقف، كل حاجة مغطاة تراب. على الحيطان كان فيه علامات غريبة شبه الدم الناشف. فجأة الباب اتقفل وراها بصوت عالي. ايه ده؟ الباب اتقفل؟ لا عادي، يمكن الهواء، قال محمد لنفسه وهو بيحاول يطمن نفسه. وهو ماشي في الممر نور الكشاف بيرتعش، وفجأة سمع صوتا بيقول: ارجع ارجع، مش مكانك. قلب محمد وقف. مين هنا؟ بس بقى كفاية هزار، مفيش حد رد، بس كان في صوت خطوات في الدور الثامن، الدور اللي محدش بيقرب منه من ساعة الحريقة. محمد بدل ما يجري ويخرج قرر يطلع يشوف. طلع السلالم درجة درجة، كل الأبواب مقفولة إلا باب الدور الثامن. في الأوضة كان في سراير مكسرة وحيطان سودا من السخام، وعلى السرير كان فيه جثة محروقة. فجأة الجثة فتحت عينيها. رجعت. ليه؟ مش قلت لي مش هتيجي تاني؟ قالت الجثة بصوت مرعب. محمد جري بكل قوته، بس في كل مرة يلاقي نفسه راجع للدور الثامن. المستشفى كانها بتلف بيه. انت واحد مننا دلوقتي، مش هتخرج. صوته همس في ودنه. الكشاف وقع واتكسر، الظلام مغطى المكان وفي حد بيتنفس جنبه. حرام عليكم، انا اسف، سايبكم وامشي، صرخ محمد. شاف نور بسيط من شباك مكسور، جري عليه ورمى نفسه. الصبح الشرطة لقت جثة شاب تحت شبابيك المستشفى. في ايده كان في موبايل بيسجل. اخر حاجة اتسجلت كانت: اللي بيدخل هنا ما بيرجعش زي ما كان، الدور الثامن بيختار ضحيته. يا جماعة، الفضول مش دايما حاجة كويسة، خلي بالكم من نفسكم وابعدوا عن الأماكن المهجورة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وشاركونا تجاربكم في التعليقات. شكرا انكم سمعتوا القصة معنا النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة.